تعالوا قضوا يوم معايا في المطبخ وشوفوا الأكلة الجميلة دي بتكاتها وحركاتها وكل حاجة فيها عملناها ازاي. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في اليوم ده انا كنت هعمل زي ما شفتوا كده ورق عنب، وكمان هعمل فراخ بس هعملها مشوية. فقلت بقى ايه اوريكم من اول ما نقعت الفراخ. انا نقعتها كده في طحينة وليمون وسكر وملح ومية، وسبتها منقوعة كده حوالي ساعتين 3. الكلام ده طبعا كان قبل الاكل بيوم، يعني اليوم اللي قبل اللي احنا هناكل فيه الاكله دي. فابتديت كده بالفراخ ان انا اغسلها كويس جدا وانضفها كويس جدا جدا. بعد كده طبعا شطفتها وسبتها خالص تتصفى من الميه، وهادي دلوقتي بقى هعمل التتبيله علشان ابيتها فيها. حطيت بصلايه، طماطمايه، فصين توم، قرن فلفل اخضر. هعصر كده عصير ليمونه كبيره. هحط كمان معلقه من الخل، معلقه من الزيت، ولو عندك زيت زيتون برضو يكون كويس جدا. معلقة بقى من دبس الرمان، ده حاجة جميلة هتخلي لك الفراخ في حتة تانية خالص. اي تتبيلة بقى حطي فيها من دبس الرمان دي بتبقى تحفة. طبعا الزبادي اللي انا عاملاه في البيت، طبعا نزلت لكم الفيديو بتاعه ومحدش شافه. فهو ده بقى الزبادي، خدت منه معلقتين كبار. وبعد كده هتبل بقى بملح وفلفل، توم باودر، بصل باودر، قرفة وجنزبيل، روزماري، بابريكا، كركم. كل الحاجات دي انا حطيتها بالترتيب زي ما انا قلت لكم كده. طبعا في لو حابه تحطي توابل فراخ مشكله على طول، حابه تحطي اي توابل متوفره عندك حطي، من الحاجات اللي مش متوفره عندك بلاش منها خالص. مفيش اي مشكله. التتبيله دي طبعا حسب ذوقك واختيارك. لو حابين اكتب لكم التوابل اللي انا حطيتها هكتبها لكم في صندوق الوصف. هضرب بقى كل المكونات دي طبعا من غير ميه ومن غير اي حاجه. هي الطماطم بقى هتنزل الميه والزبادي والحاجات اللي احنا حاطينها كلها. هتعصر الخليط كده زي ما انتم شايفينه بقى ناعم جدا جدا. هجيب بقى الفرخه وابتدي احط فيها التتبيله دي كده بقى من بره ومن جوه. وانا حتى يعني ايه عامله الجلد كده بايديا بتاع الفرخه بتاع الصدر، ومداخله بالسكينه مشرحه الصدر من جوه بالسكينه، بس محافظه على الجلد سليم علشان ده اللي هيسوي الفرخه. وكمان بيحافظ على طراوه الجلد اللحم من جوه. فمش مضيعه خالص الجلد بتاع الفراخ، محافظه عليه، لكن مقطعه لحم الفراخ من جوه بالسكينه ومنغزاه كده كام نغزه علشان الفراخ تتبل وتبقى من جوه متطعمه وتبقى مستويه وتبقى جميله جدا جدا. اهو بصوا زي ما انتم شايفين كده ابتديت اعمل لها مساج في كل حته فيها، وهسيبها بقى في التتبيله دي منقوعه من بالليل للصبح. الحركه دي حلوه جدا، كل ما يكون عندك وقت انك تنقعي الفراخ في تتبيله بيكون احسن ما تعمليها في نفس اليوم. هغلفها بقى بالاسترتش كده وادخلها التلاجة. تاني يوم بقى ما هنيجي نعمل الاكل هطلعها وهقول لكم هنسويها ازاي. في اليوم ده بقى هعمل ورق العنب. طبعا انا كنت جايباه معاكم في مشتريات السوق، كنت منزله لكم فيديو شورت كده بمشتريات السوق. كنت جايبه نص كيلو ورق عنب ده ب50 جنيه. فجبته بقى طلعته، يعني هو بصراحة قعد حوالي اسبوع في التلاجة ما قالش اي حاجة. يعني زي ما انتم شايفين كده الورق محافظ على نفسه وجميل جدا. الورق بتاعه صغير وناعم وما شاء الله الله اكبر، عمل لي كمية حلوة. يعني ما كنتش متخيلة ان نص كيلو هيعمل الكمية دي كلها. ده ليه بقى؟ لان الورق خفيف خالص وصغير. فبصراحة كان تحفة تحفة تحفة. اهو شايفين النص كيلو ما شاء الله حلو قوي. هاخده بقى اغسله تحت الميه، مش هفك الربط دي بقى خالص عشان ايه احافظ عليه كده علشان يبقى مسهل عليا ان انا اوضبه ويبقى معايا كويس. طبعا دي الحبه دول كانت الست مفضيه الربطه عشان تكمل الميزان، يعني ففكت الربطه عشان تشيل منها شويه. بعد ما غسلته طبعا بميه من الحنفيه، هجيب بقى ميه مغليه احط فيها رشه ملح، رشه كمون، عصره ليمون، معلقه زيت. ده كمان بيخلي بقى الفراخ ده بيخلي ورق العنب كده بيلمع، وكمان بيبقى فاكك من بعضه كده، مش بيبقى لازق على بعض. فلما بتيجي بقى تنضفيه او تيجي تاخدي منه للحشو بيبقى يسهل عليكي قوي انك تشتغلي منه. اهو زي ما انتم شايفين كده خلاص هنزل بقى بالورق العنب اهو. واول بس ما لونه يغير كده، مش هحط طبعا الكميه كلها دي، نص الكميه كده 4 ربط. وهحط الاربعه التانيين بعديهم مع الحبه الاخرانيين بقى هخليهم لوحدهم خالص، اللي مش مربوطين دول. اول ما لونه يغير على طول هطلعه في مصفى. مش بحط له بقى ميه ساقعه ولا حاجه، بسيبه في المصفى كده زي ما هو وبطلع عليه الباقي وخلاص على كده. هو بيبرد بقى على طول، مش بحط له ميه ساقعه لان انا مش مكتره عليه السوا. هو اول ما لونه غير طلعته على طول، غير الكرنب بطلعه على طول تحت الميه، تحت ميه الحنفيه عشان يبرد.
اهو زي ما انتم شايفين كده جميل وحلو قوي. الرصه دي انا بحبه بصراحه اللي بيتباع متوضب كده جاهز، عشان بيسهل عليا حاجات كتير يعني. ما بقعدش بقى اظبطه الاول وبعدين اقعد اسلقه وبعدين اقعد اعمل الكلام ده كله. لا، هي مره واحده على طول بسلقه واقعد اوضبه، وفي نفس الوقت بشيل العناقيد بتاعته دي. طبعا هبتدي بقى اهو على طول، اول ما خلصت الكميه كلها هبتدي ان انا اشيل العناقيد وارصه بقى فوق بعضه، علشان لما اجي احشي بصوا يعني مش عايزه اخد وقت، اخد الورقه على طول احشيها، مش هقعد اشيل العنقود وبعدين احشي. لا كده هيسهل عليا اكتر. كمان انا هاخد العناقيد دي كلها علشان احطها في قاع الحله، عشان دي بتحافظ كده على مزازه ورق العنب، بتخليه مزز وبيبقى جميل جدا. هي حلاوه ورق العنب في المزازه بتاعته. طبعا الليمون بقى اللي احنا حاطينه في السلق، والليمون اللي هنحطه في السوا، وكمان العناقيد دي بيخليه مزز وبيبقى جميل قوي. كمان بيخلي لونه كده حلو قوي، مش مسمر كده، لا بيخلي لونه كمان جميل جدا. خلصت الكميه اهي زي ما انتم شايفين، والعناقيد اهي هشيلها بقى علشان احطها في الحله. هجيب بقى الخضره بتاعتي علشان اوضبها. طبعا الخضره راحت في داهيه، عايزه اقول لكم ان الكميه دي كلها ب20 جنيه. 6 ربط، ربطتين من كل حاجه. طبعا الربطتين بمقام ربطه من اللي كنا بنجيبها زمان يعني. ربطتين شبت، ربطتين بقدونس، ربطتين كزبره. هبتدي بقى دلوقتي ان انا افكهم كده واظبطهم في طبق، واشيل الزياده منهم برضو دي هحطها على العناقيد بتاعت ورق العنب عشان احطها في الحله. برضو تدي ريحه كده ايه حلوه للمحشي. بصوا مش هنرمي اي حاجه، اي حاجه هنحاول نستفيد منها عشان تدينا اقوى طعم واحسن ريحه للمحشي. اهو بصوا بوضبه كده، بمسكه عود عود كده انضفه، لو في اي حاجه بشيلها وبتخلص من الزياده بتاعتها. طبعا حطيته بقى يتغسل وسايباه في الميه. في الوقت ده هعمل الصلصه بتاعه المحشي. بصراحه كنت ناويه اعملها ني في ني، لكن لقيت الطماطم طريه قوي، فخفت بصراحه ان هي تحمض المحشي، فقلت لا هسبك لها بقى عشان ايه احافظ ان المحشي بتاعي يبقى حلو. فضربت كده كام بصله في الكبه اهم، وقلت بقى خلاص احطهم على النار الاول. انا كنت اعمل كله في الكبه وبعدين احط عليه الرز على طول، يعني الطماطم والبصل، وانزل عليهم بالرز والخضره والكلام ده ويعمل ني في ني على طول. لكن بصراحه الطماطم ما شجعتنيش خالص. بصوا هنا حطيت معلقه من اللية الضاني، ساحت كده شويه، وبعد كده نزلت عليها بمعلقتين زيت. على فكره ادى المحشي طعم حلو قوي، وما تقلقوش خالص. اللية الضاني والسمنه البلدي والحاجات دي كلها دهون طبيعيه، احسن من الحاجات المهدرجه اللي بتودي في داهيه. صراحة الحاجات دي طبيعية وحلوة قوي، وكمان بتدي نفس للأكل ممتاز. والله يعني ما بانش خالص، يعني لو عندي هنا اصلا ما بياكلوش اللية ولا بيحبوها ولا الكلام ده، بس بصراحة ما بانتش خالص في المحشي. بس كانوا عارفين ان المحشي ده طعمه حلو قوي. طعمه فيه ايه بقى ما يعرفوش، بس هو كان طعم من معلقة اللية اللي احنا حطيناها دي. حطيت بقى البصل الاول لحد لما خد لون كده ذهبي، وكنت ضربت الطماطم بقى برضو ما بضربهاش قوي برعمها، لا بخليها خشنة شوية، ونزلت بيها على البصل بقى يتسبكوا مع بعض. في الوقت ده طبعا صفيت الخضرة كويس جدا، وهبتدي ان انا اقطعها كده زي ما انتم شايفين بالسكينة عادي يعني. بصراحة ما بحبش احط في الكبة، بحس انها بتتفرم زيادة عن اللزوم يعني، تبقى مهروسة قوي كده، لكن انا بحبها تبقى خشنة كده. فخدتهم كده شوية شوية قطعتهم بالسكينة زي ما انتم شايفين كده. طبعا اهم حاجه الخضره، وخصوصا ان احنا دلوقتي بناكل اكل صحي قدر الامكان، وبناكل اكل دايت. فبصوا كترنا اكتر حاجه الخضره في المحشي. كتري الخضره، كتري البصل، كتري الطماطم، الحاجات دي كلها. قللي في الزيوت، قللي في اي حاجه، لكن الحاجات دي كتري فيها علشان ده اللي هيخلي المحشي بتاعك صحي جدا. عملت كمان كده كام قرن فلفل علشان احشيهم مع ورق العنب، وجهزتهم كده في المصفى. الخضرة جاهزة والتسبيكة خلاص اتسبكت. هجيب بقى الرز بتاعي، عاوزة اوريكم انا عايرت قد ايه رز. دي كوباية الا ربع، لان دي كان نهاية كيس، فتحت كيس تاني خدت منه كمان كوبايتين. كنت مفكرة ان بصراحة هيقضوا المحشي، بس بصراحة لان الورق كان صغير وناعم فخد يعني الرز ده خلص، وكان فايض لسه رصة ورق عنب وفلفل. فقمت عملت لهم بقى خلطة ني في ني كده علشان اكمل بيهم بصراحة المحشي. فلو هتعمليه من غير فلفل وهتعمليه والورق بتاعك صغير وناعم كده، هتعملي كيلو الا ربع رز، او اللي هما في مقام 3 كوبايات يعني. حطيت بقى على الرز التوابل بتاعه المحشي، حطيت كزبره وكمون وفلفل اسود وكبابه صيني، كل ده كنت طحناهم مع بعض في المطحنه، فخدت منهم كده على طول مره واحده. وحطيت بابريكا، وحطيت نعناع ناشف. طبعا هو ما يحبش البهارات الكتير يعني، هي كزبره، كمون، كبابه صيني، فلفل اسود،
بس كده. والبابريكا طبعا عشان يخلي بس لون الحاجات احمر كده، ولون المحشي يعني احمر. وكمان النعناع الناشف ده انا بحطه في كل المحشي، سواء في ورق عنب او كوسه او كرنب، اي حاجه بحط فيه نعناع ناشف بيخلي طعمه حلو. او لو عندك كمان نعناع اخضر بتخرطي كام ورقه كده مع الخضره برضو بيبقى حلو جدا. قلبت طبعا التوابل مع الرز، وبعد كده قلبت معاهم الخضره. الحركه دي حلوه قوي قوي، بتفرق معاكي في طعم الرز وفي سمك يعني الخلطه نفسها بتبقى حلوه كده وممتازه بصراحه. يعني الحاجة مش بتبقى دبلانة، الحاجة بتبقى فريش كده. لكن لو حطيتي الخضرة على الصلصة بتدبل وما بتبانش خالص في المحشي. انما كده بتبقى باينة وفريش كده، وتحسي انت بتاكليها، بتاكلي الحاجة وانت يعني بتيجي تحت ضرسك كده وانت بتاكلي، فبتحسي بطعمها اكتر. الصلصة طبعا اتسبكت على الاخر. قلبت بقى الرز اللي احنا عملنا فيه التوابل وكل حاجة مع مع الخضرة، ونزلت بيهم قلبتهم كده زي ما انتم شايفين. كده بقى خلاص هنقعد نحشي. اسهل حاجه طبعا واسرع حاجه. وكمان انا دلوقتي ما بقتش اعمل انواع محشي كتير مع بعض. ليه بقى؟ لان احنا مش عايزين ناكل كتير، وكمان رز بقى كتير والكلام ده كله. فبقيت اعمل محشي نوع واحد في الاكله، يعني يا اما بتنجان او ورق عنب بس او كرنب بس او كده. يعني ما بقتش اعمل. الاول كنت ممكن اعمل ورق عنب وبتنجان، كرنب وبتنجان، وكوسه مش عارفه ايه كده. لكن دلوقتي لا، احنا عايزين ناكل كميات قليله، عايزين نحافظ على اكلنا، عايزين نحافظ على سكرنا، عايزين نحافظ على الدايت. فمن كل حاجة يعني، فاحنا لازم نحافظ بصراحة. فما بقيتش اعمل بقى زي الاول خالص. هتلاحظوا ان انا كل الاكلات اللي انا بنزلها دلوقتي ما بقتش زي زمان. يعني لما عملت لكم المكرونة البشاميل اللي عملتها بدقيق الشوفان ووريت لكم الطريقة. المحشي طبعا شو زي ما انتم شايفين كده الكميات. عايزه اقول لكم ان احنا يعني 4 مثلا هناكل، لو زدنا حد هنبقى 5 بالكتير على الكمية دي كلها. فتعرفوا ان احنا مش هناكل كتير خالص من الاكلة دي. حطيت كده اهو في قعر الحلة العروق بتاعة الورق العنب وكمان الخضرة دي. ودلوقتي بقى هبتدي ان انا احشي. طبعا زي ما انتم شايفين كده بقى طريقة الحشو. انا مش بحب احشي على طبق ولا على كيس ولا على صينية ولا ترابيزة ولا الكلام ده. انا حطيت الصينية بتاعتي في الارض وقعدت، وعلى ايديا بقى كده باخد بقى الورق زي ما انتم شايفين. ممكن احشيها كلها واتني من الجهتين، ممكن اتني حرف الاول وبعدين اتني من حرف واحد. يعني بصوا المحشي ده بقى على حسب اللي اسهل لك واللي انت اتعودتي عليه. الاسهل لك اشتغلي بيه على طول. بصوا اهو دي كده اسهل طريقه. بتقفلي الورقه من ورا كده وبتبتدي من الجنبين تقفليها، وبعدين تلفي الصباع على نفسه كده. خلاص اتعمل معاكي. اسهل بصراحه حاجه، يعني جميل جدا ما بياخدش وقت خالص. بس بصراحه الاسهل منه الكرنب برضو. وطبعا البتنجان تعبيه يعني، والكوسه والفلفل والحاجات دي مش مستاهله يعني. اهو حشيت بقى كده اول رصتين، وبعد كده حشيت كده نص الفلفل، وبعد كده هكمل فوقهم بقى. دول هيبقوا جوه الحله كده. وقلت بقى عشان لو فاض رز اكمل الفلفل الباقي، لو ما فاضش يبقى خلاص كده انا حطيت ايه محشي فلفل في نص الحله. بس بصراحه لما فاض مني ورقتين عملوا رصه بالظبط كده اللي هي على وش المحشي، وكان الفلفل ده، فقمت عملت كده نص كوبايه رز تاني ني في ني كده مع بصله وطماطم وكده الكلام ده كله. ورحت حاشيهم برضه عشان اكمل الحاجه ما اشيلش حاجه بقى في الفريزر، يبقى كله اتعمل وكله استوى مع بعضه. لكن في الطبيعه اصلا ان ورق العنب ما كانش المفروض ان هو بياخد رز كتير لما بيكون الورق كبير، يعني فاهمين. لكن الورق ده ما شاء الله مش محتاج انك تفصلي الورقه اتنين ولا تقطعيه ولا الكلام ده كله. الورقه صغنططه خالص وخفيفه، فعمل كميه يعني بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. حشيت بقى كله وخلصت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. دلوقتي بقى ميعاد السوا. فقلت بقى ايه، هنجيب بقى الفرخه اللي احنا مبيتينها في التلاجة بالتتبيله بتاعتها كده. جبت البطرمان ده حطيت فيه ميه وحطيتها كده في الصينيه، وهاخد بقى الفرخه دي اقعدها على البطرمان زي ما انتم شايفين كده. هي هتستوي بقى في الفرن على البطرمان ده. فراخ مشويه جميله جدا جدا، جربوها بجد. الفراخ دي تحفه تحفه تحفه. هاخد بقى بقيه الخلطه دي، مش هنرميها ولا هنعمل اي حاجه، احنا برضو هننزلها على الفرخه كلها كده، من وشها ومن ظهرها ومن جوه ومن بره وكل حته. مش هنسيب اي حاجه من التتبيله خالص. والباقي طبعا هو طبعا بينزل في الصينيه اهو. والباقي برضو هحط عليه ميه، واحط الصينيه كده حوالي ربعها ميه، عشان طبعا الفراخ بقى والحاجات اللي تحت دي ما تتحرقش، والفراخ كمان تستوي اهو. بصوا هكمل بقى عليهم ميه وانزل بيهم. بعد كده الفرن طبعا هشغل من تحت بس، وهقرب بقى طبعا الشبكة كده من قرب الفرن من تحت، علشان الفرخة هتبقى واقفة بطول الفرن. يعني مش هينفع ان انا ارفع الرف اكتر من كده لانها هتخبط في الشواية. انا بولع من تحت بس، ما بولعش الشواية ولا اي حاجة. هي بقى بتستوي كل شوية، كل نص ساعة بضيرها، كل نص ساعة بحرك الصينية يمين شمال كده، اللي ورا قدام واللي ورا قدام ورا والكلام ده. حطيت ورق لوري كمان في الميه، وولعت بقى الفرن وحطيتها اهو زي ما انتم شايفين. بصوا خلاص ثانيه كمان وهتخبط في الشوايه.
بسيبها بقى وببتدي ان انا احركها كل شويه. طبعا عشان اسقي بقى المحشي طلعت كده قالب شوربه من الفريزر، انا بحب قوي احتفظ بالشوربه في الفريزر للوقت اللي زي ده او للزنقات. حطيت كده شويه من دبس الرمان على ورق العنب، ومقطعه كده ليمونه شرايح برضو وحطها على الوش. اول ما الشوربه غليت هبتدي انزل بيها كده اهو، علشان بقى نسوي المحشي بتاعنا وناكل اكله جميله بجد هتبهريهم يعني بصي اكله تحفه. ودلوقتي بسم الله ما شاء الله ورق العنب مالي السوق، بس هو غالي بس بصراحه حلو واكله حلوه. اهو بصوا بقى غطيت بقى كل المحشي بالشوربه. هوريكم دلوقتي. طبعا انا بغطيه بصينيه الاول، بصوا الشوربه لحد الوش اهو. وبغطي بقى كده غطا الحله بقى او ايا كان. في الوقت ده كمان الفراخ كانت داخله على سوا وكانت خلاص اهي بقى، يعني بصوا عماله احركها يمين وشمال لحد ما المحشي استوى، كانت الفراخ استوت. هبتدي بقى دلوقتي اغرف. بصوا ما شاء الله الصباع بصباعه كده مستوي وجميل ولونه تحفه وطعمه بجد خطير. والفلفل بقى ممتاز، انا بحب الفلفل ده جدا، عمري ما بحب الفلفل الرومي ده ابدا، انا بحب الفلفل ده، هو ده الحشو بتاعي. طبعا الفلفل اللي كان على الوش انا شلته الاول في صينيه كده علشان احطه على وش المحشي، يعني عشان ما ينزلش تحت واللي عايز فلفل يدور عليه وكده لا. انما الفلفل ده اللي كان في قلب الحله من جوه. هجيب بقى بقيه الفلفل اللي انا شلته احطه. بصوا المحشي، بصوا الرز مفلفل ومستوي وجميل جدا. وطعمه بقى عايزه اقول لكم الليمون ودبس الرمان مخليه فظيع. هجيب بقى الفلفل ده اهو، ده اللي كان على وش الحله اللي احنا عملناه اخر حاجه. هحطه بقى كده على وش المحشي. اتمنى طبعا ان الفيديو يكون عجبكم، وتقولوا لي رايكم في الكومنتات، وقولوا لي بقى انتوا بتعملوا اكل ايه وعاملين اكل ايه النهارده في اليوم اللي انتوا بتشوفوا فيه الفيديو، عشان الاكله اللي انتوا هتكتبوها لي في الكومنتات انا ممكن اخدها افكار اعملها الاكله تاني يوم. وطبعا لو ما اشتركتوش في القناه يا ريت تشتركوا وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد. وكمان تدوسوا لايك لو الفيديو عجبكم، لان اللايك طبعا بيساعدني ان الفيديو يترفع واكبر عدد من الناس يشوفوه. طبعا الفرخه بقى استوت، هنشيلها من على البطرمان. هنجيبها بقى كده على وش المحشي. كان نفسي كمان بقى احشيها من جوه حبه محشي ورق عنب كده، بس قلت يلا خلاص بقى مش مشكله. طبعا احنا بنسيب الجلد كده لحد لما يتحرمش خالص، لان احنا كده كده بنشيل الجلد. فانا كنت سايباه كده عشان احنا عايزين الفراخ من جوه تبقى مستويه على الاخر. فبسيبها مش مشكله الجلد ياخد لون زياده مش مهم، لان احنا كده كده هنرميه. بس تبقى الفرخه متاكده انها مستويه ودايبه والتتبيله روعه وخطيره. عايزه اقول لكم كمان اللي بيتبقى في الصينيه ده مش بنسيبه، يعني بنقعد نحط فيه الفراخ وناكله بيها ونحط المحشي وناخد من الصوص بتاعها، ده بيبقى صوص خطير برضو. اللي هو بيبقى نازل في الحله ده بجد تحفه برضو، ما بيروحش هنا ولا هنا يعني متقلقوش. هوريهولكوا دلوقتي. طبعا ده شكل الاكله بتاعتنا، يا رب تكون عجبتكم. اهو بصوا الصوص بقى ده بيبقى نازل بقى فيه كل بهريز الفراخ وكل التوابل وكل الصوص وكل حاجه كانت في الفرخه كمان اهو. طبعا شلت البطرمان بقى خلاص، حطيته في الحوض عشان يتغسل. وبألف هنا وشفا على قلبكم يا رب.